لو عايزين تعملوا رز بلبن كريمي والوش بتاعه مكرمش زي بتاع المحلات، الوصفه دي عشان هقولك على مقادير مظبوطه جدا تخلي الرز بلبن كريمي جدا وبيدوب في البق. وتابعي الفيديو للاخر عشان هقولك ايه هي الحاجه اللي بتخلي وشه مكرمش كده زي بتاع المحلات. اول حاجه عندي نص كوبايه رز ضفت عليها 4 كوبايات من الميه. هرفع الخليط ده على النار لحد ما الرز يكون مستوي تماما. وفي الوقت ده هحضر خليط النشا. اول حاجه انا جبت معلقه كبيره مليانه على اخرها جدا من النشا، وبعدين ضفت عليها معلقه كبيره من الكريم شانتيه وربع كوبايه لبن. هقلب الخليط كويس جدا مع بعض وبعدين هصفيه واركنه على جنب. هنا الرز كان استوى تماما واتشرب 4 كوبايات الميه. دلوقتي بقى هضيف عليه لتر من اللبن. كمان هضيف عليه نص كوبايه من السكر، وما تقلقوش السكر بتاعه بيكون مظبوط جدا ومش مسكر. هرفع الخليط ده على النار لحد ما اللبن يغلي شويه مع الرز وكمان السكر يدوب. وانا مش عايزه الرز يتشرب اللبن تماما، انا عايزه يكون فيه لسه شويه لبن، ولما انزل عليه بخليط النشا يكون كريمي. واللبن بيغلي النار تكون وسط عشان الجوانب ما تتحرقش، وكمان اللبن يعمل قطع كده في النص، وبالتالي القوام مش هيكون ناعم كده وكريمي. فالنار بتكون هاديه وانا بقلب باستمرار. نقطة مهمة عايزاكم تاخدوا بالكم منها، أنا عايزة الرز يغلي شوية في اللبن عشان يكمل تسوية، وكمان عشان الرز يكون دايب أكتر في اللبن، لكن ما نسيبهوش يغلي كتير قوي على النار لدرجة إن اللبن ده يقصر والكمية بتاعته تقل، لأن الكمية بتاعته لو قلت الرز هو اللي هيظهر وبالتالي مش هيبقى فيه قوام كريمي أو كرمشة كده في الوش ولا أي حاجة. فلازم أخلي الرز يغلي شوية في اللبن ولكن ما يشربش كل اللبن. بصوا انا هنا خلاص طفيت النار، شايفين اللبن لسه موجود ازاي والرز مشربش كل كميه اللبن. كميه اللبن دي لما انزل عليها بخليط النشا هتبقى كريمي وهتعمل قوام الرز بلبن اللي احنا بنحبه. هنا بقى هضيف خليط النشا والكريم شانتيه واللبن بعد ما صفيته، وعشان اللبن سخن النشا هيستوي بسرعه بمجرد ما احطه على اللبن. هضيف بقى نقطتين من الفانيليا بتديلها طعم وريحه حلوه قوي. هرفع اللبن على النار واخليه يغلي غلوتين مع النشا وبعدين احطه في بولات الرز بلبن. شايفين الخلط ده؟ هو ده اللي بيعرفكم ان الرز بلبن طالع ناجح معاكم والقوام بتاعه مثالي. هسيب البولات تبرد في درجة حرارة المطبخ وبعدين اغطيها وادخلها التلاجة. السر بقى ان الرز بلبن يكون مكرمش زي بتاع المحلات هو انكم تغطوا الرز بلبن قبل ما يدخل التلاجة، يعني مينفعش تدخلوا البولات من غير غطا في التلاجة، مش هتكرمش معاك. البولة دي ما استنيتش عليها تبرد في التلاجة، بمجرد ما اخدت درجة حرارة المطبخ ضفت عليها موز ومانجا وعسل ومكسرات. الميكس ده بيكون خطير مع الرز بلبن، جربوا تحطوا عليه كل ده هيعجبكم جدا وهيكون مختلف قوي. انا كده خلصت الوصفه بتاعتي، يا رب تكون عجبتكم. قلت لكم على السر اللي بيخلي وش الرز بلبن مكرمش زي بتاع المحلات، كمان قلت لكم على اضافات جديده تحطوها على الرز بلبن بتديله طعم حلو قوي. فلو عجبتك الوصفه يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واستنوا وصفات تانية جديده. مع السلامه.